السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. أحلى أخوات في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، وأسفة كتير إنه بتأخر في تنزيل الفيديوهات. الناس اللي لسه جديدة معايا، أنا هبة من يوم تبقى في المطبخ، هتعجبكم قناتي جدا. النهاردة حبيبي زي ما انتوا شايفين أنا معايا أوردر عيد ميلاد، أنا عاملاه طبعا كنافة وجلاش وميني جاتو وتورتايه بالشوجر شيت، وعامله نص دستة جاتو. فتابعوا بقى معايا الفيديو، هتستفادوا منه كتير. ازاي اجهز لحفلة عيد ميلاد زي كده او لاوردر عيد ميلاد زي كده. ايا كان بقى الاوردر، لازم اجهز من قبلها بيوم. طبعا بعمل الحلويات بتاعتي كلها قبلها بيوم، الكنافة، الجلاش، البسبوسة. اي حاجة مطالبة مني في العيد ميلاد لازم اجهزها. الحلويات تتعمل قبلها بيوم، مش بيجرى لها اي حاجة. تمام. التورتايه بعمل السبونش بتاعها وبقفلها الكريمة بتاعتها، وبحطها في الفريزر لتاني يوم، ما بيحصلهاش اي حاجة، بالعكس. يعني عايزة تورتايه تطلع حلوة وطعمها حلو ومتشربة كده كلها من بعضها وحلوة قوي. لازم تقعد في الفريزر ليلة. لازم تبيت في التلاجة او في الفريزر ليلة كاملة. ما تعمليش التورتايه في نفس اليوم. لو هعملها في نفس اليوم يبقى لازم على الاقل اقعدها في التلاجة او في الفريزر 3 ساعات، تكون اتشربت من بعضها، ويبقى طعمها بقى ايه حلو كده، وبتبقى فريش وما فيهاش اي حاجه ولا بايته ولا حاجه خالص. الناس اللي بتفتكر لا اصل انا هعملها قبلها بيوم هتبقى بايته، لا ما بتبقاش بايته ولا حاجه خالص. بالعكس بيبقى طعمها جميل جدا. انا قفلت التورتايه. طبعا الكلام ده كان قبل العيد ميلاد، قبل ما اسلم الاوردر بيوم. قفلت التورتايه وزي ما انتوا شايفين كده، وادخلها الفريزر. عملت الكنافه، هي كانت طالبه الكنافه صوابع كده زي ما انتوا شايفينها، والجلاش. عملت الكنافه، عملت البسبوسه، عملت الجلاش ومن قبلها بيوم. وطبعا ما فيهمش اي حاجه، مش هيجرى لهم اي حاجه. والتورتيه ده كده تاني يوم حطيت الصوره الشوجر شيت، وانا عملت التورته معاكم بالصوره قبل كده في كذا فيديو. طبعا الفيديوهات بتاعتي هتلاقوني عامله ازاي نحط الشوجر شيت على التورتيه و... ومقفلها معاكم. طبعا هنا طبعا الكاميرا بقى انا كنت بعمل الحاجه وكنت بدخل التورته الفريزر، فنسيت الكاميرا شغاله. تمام، بس ما تقلقوش، هي مش هتاخد معاكم هي دقيقه بالكتير. اهو رجعت لكم تاني. ال- التورتايه طبعا بدخلها بقى التلاجة شويه. انا حاطه صوص شوكولاته زي ما انتم شايفين كده، جناش شوكولاته انا عاملاه. والجنب التاني عملته باللوتس، هي كانت عايزاه بسبريد اللوتس. فعملته كده زي ما انتم شايفين، برضو خففته خالص وعملت نصها كده لوتس ونصها جناش شوكولاته. والروزيتات دي عملتها بجناش الشوكولاته، شكلها جميل جدا، بصوا ازاي. وروزيتات بمربى الحليب. وطبعا حطينا بقى كريسبي كده حوالين الصورة. المهم بقى ان احنا ايه هندي للتورتاية برضو، يعني مش معنى ان انا اعمل تورتاية شوجر شيت يبقى انا احط بس الشوجر شيت وخلاص وشوية روزيتات كريمة وخلاص على كده، لا لازم اطعم التورتاية بتاعتي. طبعا احنا حاشين التورتة بندق ولوز، وحاشينها كريسبي، وحاشين صوصات. فشيء طبيعي بقى لازم بقى الوش بردك نديله بردك ايه يعني لمسة حلوة كده، بحيث ان يبقى حوالين الصورة الشكل حلو. وده برضو راجع ليك، يعني التزيين ده بيبقى راجع لصاحبة التورتاية. هي بتبقى طالبة صورة معينة او شكل معين للتورتاية. وانتي طبعا بقى ايه بتعرضي عليها ذوقك وبتقولي لها انا هعمل فيها كذا، فعجبها عجبها، ما عجبهاش برضو ايه. لازم برضك نحترم رأي الزبون. دي صينية البسبوسة بتاعتي زي ما انتوا شايفين بجمالها كده وحلاوتها عملتها لها بالمكسرات. باقطّعها بقى واحطها في العلبة بتاعتها. وده بقى ميني جاتوه. طبعًا عملت معاكم الجاتوه كذا مرّة قبل كده. ده بقى وعملت معاكم برضه ميني الجاتوه في فيديو كان مطلوب مني الخطوبة. شوفوا التفاصيل بتاعته عاملاه بالتفاصيل كلّها. ده زي ما أنتم شايفين، ده جاتوه كده باللوتس زي ما أنتم شايفين، حلو أوي وشكله جميل جدًا. وبسم الله ما شاء الله كانت قرفة العيد ميلاد ده في الحاجة بتاعته كلّها حلوة. الشغل اليومين دول طبعًا الغلاء اللي إحنا فيه، غلاء السُكّر. كيلو السُكّر وصل ل50 و60 جنيه. الكريمة رفعت جدًا. الكريمة بعد ما كانت أنا أفتكر يعني السنة اللي فاتت زي اليومين دول كانت الكريمة ب160 جنيه، الكريمة دلوقتي ب300 جنيه و300 الحاجات رفعت جدًا والخامات رفعت جدًا. فرفع الغلا اللي إحنا فيه ده
باخلّي الناس مش عارفة تشتغل. يعني أصلِك أنتِ هتطلّعي الحاجة غالية يعني بيصعب على الواحد يعني الزباين يعني كتير، يعني أمّا الواحد يغلّي بس غصبٍ عننا لازم نرفع الأسعار، لإن إحنا طبعًا الخامات كلّها جايبينها غالية. يعني أنا الmini جاتوه دي كنت باطلّع الدستة منها، كنت باطلّعها ب60 كنت باطلّعها ب80 والله لمّا الدنيا غليت شوية. دلوقتي يعني باطلّعها ب90 جنيه وبرضك باخسر فيها، مش باكسب فيها، بس مش هاقدر أزوّد فيها أكتر من كده. ال التُرَط برضه المقاسات بتفرق معانا كتير في الأسعار، فربنا يرحمنا برحمته والدنيا تعدّي على خير والحاجة ترجع ترخص تاني، ونرجع بقى نشتغل تاني زي الأول ونعمل أوردرات كتير ونعمل عروض. أنا كنت باعمل عروض رخيصة جدًا وما شاء الله كانت العروض شغالة، بس في الغلا اللي إحنا عايشين فيه ده طبعًا الواحد لا عارف يعمل عروض ولا عارف يشتغل بصراحة. زي ما أنتم شايفين كده بقى بارصها لها كده، شايفين شكل الmini جاتوه جميل جدًا إزاي، تحفة بجد والله العظيم، وبينفع في المناسبات. القطعة مش صغيرة بالعكس والله شكلها حلو وكبيرة مش صغيرة، وزي ما أنتم شايفينها كده الجمال اللي أنتم شايفينه ده. هي كانت طالبة مني دستتين يعني 24 قطعة عملتهم لها، وكانت طالبة نص دستة جاتوه كبير. أنا باقفّل لها بقى كده، ده كده تاني يوم بقى باقفّل بقى طبعًا اديت لنفسي البراح زي ما قُلت لكم، اشتغلت من قبلها بيوم، عملت الحلويات، عملت التورتاية قفّلتها، الجاتوه برضه غلّفته كريمة وكده وحطيته في الفريزر من قبلها بيوم. تاني يوم ده بقى اللي هو إيه، حطيت بقى اللي هي الحاجات بقى اللي هي التاتشات اللي من فوق دي. دول كده 3 كابات كنت عاملاهم لها هدية كده مع الorder. كابات كده للأطفال وحطيت لهم عليها شكل ميكي كده بالشوكولاتة الترانسفير زي ما أنتم شايفين كده، وشكلتهم لها بقى بشوية فرماسير كده وخلّيت يعني شكل أطفال، اللي هو يعجب والزبونة بصراحة ربنا يعني اتبسطت جدًا من الهدية دي، بالرغم إن هي هدية بسيطة جدًا، اتبسطت منها أوي، والorder عجبها جدًا بصراحة، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني جالي من وراها زباين كتير. فهو ده اللي أنا حابة أوصّله لكم. الحاجة ابدعي كده فيها، طلّعي كل تفانينِك كده في الحاجة، بجد ربنا بيكرمِك. ده بقى الجاتوه كانت طالبة نُص دستة القطعة الكبيرة، شايفين القطعة حجمها عامل إزاي، مش زي المحلات برّه خالص، القطعة كبيرة جدًا أهي زي ما أنتم شايفينها. وشكلها حلو أوي، وشكلها فخم كده وجميلة، وبصراحة ربنا يعني الزبونة بتقول لي بجد يعني قطعة الجاتوه دي أنا في المحلات برّه ما بنجيبهاش بالحجم ده خالص. فلمّا تبدعي كده في حاجتِك فالحمد لله بييجي لِك بقى من وراها طبعًا رزق. أنا كنت مريّحة فالحمد لله اللهم بارك يا رب. الأوردرات الناس بتجيب ناس، الزبون بيجيب زبون، لمّا الحاجة بتعجب الزبون بتلاقيه هو نَفْسه جاب لِك بقى ناس من وراه، يعني أهله، أصحابه، الست دي حاجتها كويسة، أحسن من المحلات، الحاجة فريش، الحاجة بتاخديها مش زي المحل الحاجات فيه بايتة. بتقعد بالكام يوم في التلاجات، لكن دي طبعًا إحنا بنشتغل بالطلب، فالحاجة طبعًا بتبقى فريش جدًا، وبالتالي فالزبون اللي بياخد منِّك مرّة بيرجع لِك تاني وتالت ورابع لمّا الحاجة بتاعتِك بتعجبه. فربنا يحسن ما بين إيدينا جميعًا، أهم حاجة الإخلاص في شغلنا، وإن إحنا يعني نعمل حاجة كده بحُب وبتراضي، بتطلع مننا الحاجة حلوة. وأنا بصراحة ربنا يعني المهنة دي أنا ما كنتش داخلاها إن أنا كمكسب فلوس أو شغل أو كده أنا باحبها، يعني أنا باحب أعمل حلويات، باحب أفنّن كده. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، ما اكونش طوّلت عليكم، ويا رب أكون كنت ضيفة كده خفيفة على قلوبكم. أشوفكم على خير إن شاء الله كده في فيديو جديد، ويا رب حاجتي تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.